السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة عملت صينية المسقعة الجميلة اللي في منتهى الجمال دي، وهحط ليمون مخلل وجبنة واكل شعبي كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين صينية المسقعة؟ ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بتغني اللهم صل على سيدنا محمد. ريحتها ما اقولكوش بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. ريحتها جنان 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 جنان. صينية مسقعة ملهاش حل. اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله مسقعة جميلة جميلة جدا 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 جدا، وريحتها جميلة جدا جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. ده الليمون المخلل. فاكرين الليمون اللي انا خللته ونزلته على القناة معاكم اهو، المعصفر؟ ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. في منتهى الجمال، طعمه جميل جدا جدا جدا. اللي انا خللته معاكم ونزلته على القناة مع الليمون المخلل، طلعت منه اهو. ما شاء الله طعمه جميل قوي قوي، في منتهى الجمال. اللهم صل على سيدنا محمد. الليمون المعصفر ما شاء الله. ده النهارده بقى طلعت منه ولقيت طعمه جميل جدا. العيال قالوا يا ماما خلاص ده هو كده حلو، طلعي بقى من الليمون يا ماما. سبته حوالي 4 ايام او 5 كده. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هغرف المسقعه بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. المسقعه الجميله الحلوه اللي في منتهى الجمال دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده بقى قلنا هنعمل مسقعه واكل شعبي النهارده. ما شاء الله. بس صينيه مسقعه ملهاش حل، جميله جدا 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 جدا، في منتهى الجمال. ريحتها مش قادره اوصف لكم ريحتها بقى، يعني خطيره خطيره خطيره. زي ما قلت لحضرتك قبل كده في الفيديوهات بتاعتي، في مسقعه باللحمه وفي مسقعه بالبتنجانه والفلفل. دي بقى المسقعه اللي هي بالبتنجانه والفلفل. ان شاء الله على يوم كده هعمل معاكم المسقعه اللي هي بايه، باللحمه المفرومه. بس بصراحه ما عندنا في البيت المسقعه اللي باللحمه المفرومه محدش بياكلها، يعني بيحبوا اللي هي بالبتنجان بالفلفل، بيحبوها جدا. فما بيحبوش اللي هي بال اللهم صل على سيدنا محمد اللي باللحمه، محدش بياكلها عندنا. عملتها قبل كده باللحمه، عيالي مرضوش ياكلوها، فبيقولوا احنا بنحب دي يا ماما، خفيفه على المعده وجميله جدا، احلى من اللي هي باللحمه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق مسقعه في منتهى الجمال، الليمون المخلل، ولسه هجيب الجبنه بقى. في سبانخ برضو، في سبانخ لقيت طبعا عندي طبق سبانخ هنا، هحطه طبعا مع الاكل برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. في سبانخ وفي برضو اكل تاني برضو مع السبانخ. طبعا هحط مسقعه وليمون وجبنه وسبانخ. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا وهحط عسل برضو، اللي عايز عسل، عشان بنتي الصغيره بتحب العسل جدا الاسمر، فطبعا هحط عسل برضو. هي ملهاش طبعا في الاكل دوت، هي ليها انها تاكل عسل وتحب الجبنه البيضاء والعسل والقشطه. ولسه هحط برضو قشطه. القشطه برضو هحطها، عاملاها في البيت، قشطه بيتي. طبعا انا ما بشتريش حاجه من بره، كل حاجه بعملها في البيت، الجبنه والقشطه والسمنه وكل حاجه بعملها في البيت، كله بيتي، ما بشتريش حاجه من بره. النهارده قلنا نعمل اكل شعبي، في الاكل اللي انا قلت عليه لحضراتكم جبنه وقشطه وعسل اللهم صل على سيدنا محمد. وفي طبق هنا سبانخ، طبقين يا رب سبانخ. مش عارفه العيال هيقولوا هاتيهم يا ماما ولا مش هيرضوا بيهم برضو، بس والله ما عاملين ما شاء الله سبانخ كنت عاملاها، كان في قلبها لحمه كمان ما شاء الله جميله. بس مش عارفه العيال هيرضوا ان انا احطها لهم مع الاكل ولا مش هيرضوا، لسه برضو مش مقررتش، مش عارفه اسالهم. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي يا حبايب قلبي الاكل الشعبي اللي انا عملته قلت اصوره معاكم واطمئن عليكم، يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. واوريكم الليمون اللي احنا خللناه مع بعض ونزلناه على القناه بعد ما تخلل بقى ما شاء الله، مش قادره اوصف لكم طعمه بقى جنان. طعمه حلو جدا جدا جدا. الحاجه البيتي طبعا انتوا عارفين احلى حاجه الحاجه البيتي، يعني كل حاجه في طعمها وفي كل حاجه وفي ريحتها وفي كل حاجه احلى من بره بكتير. مش عشان احنا عاملينها في البيت، لا، عشان احنا عاملينها بنظافه واثقين من الحاجه اللي احنا بنعملها. حبيب قلبي لو وصلتوا معايا لحد كده، اشترك في قناه هاني من البيت،
ولايكات، واقول لكم دلوقتي استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، عشان عندي تقريبا الجرس بيضرب عندي. هفتح الباب ويا رب اشوفكم على خير من داخل مصر وخارج مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.